الشقيقة متمثلة في شخص المعالي النعم ميارة لقيادة هذا البرلمان. هناك طبعا على أجندة الاجتماعات أمور كثيرة، منها اقتصادية ومنها إنسانية ومنها سياسية كثيرة سيتم مناقشتها على مدار اليومين. المؤتمر سيناقش عدد من الأمور المهمة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وسيتم التركيز على القضية الفلسطينية محورنا الرئيسي دائما. أعان الله الرئيس مرة أخرى لأن مضامين المؤتمر مضامين قوية، ولكن نحن على ثقة تامة بأن المغرب العربي الشقيق بملكا وشعبا وبرلمانا قادر على تنفيذ الجزء الأكبر من هذه المضامين العالمية الجميلة والمبادئ الإنسانية العالية. كل التوفيق لمعالي الأخ نعم ميارة في رئاسة هذه المنظمة الدولية، ونحن على ثقة سيكون هناك نقلة نوعية وإكمال لزملاء السابقين الذين ترأسوا هذه المنظمة. ونفتخر بالأردن أنه أيضا معالي السيدة علي بوران كانت رئيسا لهذه المنظمة لمدة عام، والآن ستكون إن شاء الله عونا لأخينا معالي النعم في إكمال المرحلة القادمة. الحقيقة يعني إذا كنا بنتكلم على الدور المصري فده دور محوري، دور واضح جدا إنه تقييم عمليات الشراكة نفسها. وكانت مصر من أولى الدول اللي أسست عمليات الشراكة، سواء كان في الأورو المتوسطي أو البام اللي هو الحوض المتوسط أو الشراكة الحكومية اللي موجودة. مصر شاركت في مجتمعات كبيرة جدا في الماضي ورسمت رؤى جديدة. هذه الرؤى الجديدة بتتطلب عملية دفع مشاركة حقيقية بإرادة سياسية مهمة حتى من دول الشمال. المفروض أن دول الشمال تشعر أنه مستقبلها في الجنوب، وده اللي كان بيقوله الرئيس ساركوزي زمان. والشراكة بتبنى على مصالح مشتركة بين الدولتين، مش على المنح. لا، احنا بنتكلم على شراكة في الاستثمارات، شراكة في الإنتاج، شراكة في التصنيع، شراكة في نقل التكنولوجي، شراكة في عمليات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية والبشرية في جنوب المتوسط اللي محتاجها شمال المتوسط. شمال المتوسط النهاردة محتاج القدرات الشبابية اللي موجودة في جنوب المتوسط، محتاج الثروات الطبيعية اللي يعمل منها قيمة مضافة زي الخامات الأولية اللي بيصنع منها النهاردة صناعات المستقبل كلها. كل ما يتعلق بالموارد الطبيعية اللي بيصنع منها الشيب النهارده، وبيصنع منها الواح السولار للكهرباء، وبيصنع منها صناعات كثيره جدا موجوده. إذن النهارده الشراكه لابد ان تقرر باراده سياسيه، ويعاد تصميم هذه الشراكه، ويعاد تقييم متطلبات هذه الشراكه. محتاجين بنك متخصص للاورو المتوسطي، محتاجين نتكلم على القدرات الافريقيه كلها نضمها الى من خلال جنوب المتوسط الى شمال المتوسط. محتاجين نتكلم على شراكه من نوع جديد للتعليم ونقل التكنولوجي والنو هاو. محتاجين نتكلم على تعظيم القيمه المضافه للثروات الطبيعيه اللي موجوده. محتاجين نتكلم على الموقع الجغرافي الفريد اللي موجود، ازاي نتكامل فيه مع بعضنا، وحده البواني البحريه اللي موجوده. محتاجين نتكلم عن البنيه الاساسيه في جنوب المتوسط اللي ممكن نتكلم عليها ونعظمها للتجاره الدوليه. محتاجين الحقيقه رؤى جديده، محتاجين جيل جديد من الشراكه بيتبني على وين وين سيتويشن، واللي يخلي فيه العالم كله على طموحات جديده يتحط فيها نظره جديده. انا هطالب النهارده في كلمتي ان موضوع الشراكه لابد ان ما يكونش مجرد شراكه لدول مع بعضها، لا، احنا عاوزين نتكلم عن الاقليم المتوسطي الجديد، اقليم كامل متكامل مع بعضه زي الاتحاد الاوروبي كده. عاوزين نتكلم على شراكه من نوع جديد فيها اقليم كبير بكينونته وبامكانياته.